بكم مع مستر هشام في الترم الثاني. كما وعدتكم بإذن الله سوف يتم شرح الترم ده بالتفصيل. كل مرة أهم الفوكابولري كلمات، أهم القواعد، أهم الديب سكريبت أو نص التكست الموجود في الكتاب، ومع أهم الأسئلة. إن شاء الله بإذن الله هيعجبكم، وبإذن الله سوف يتم المشاركة على الفيديوهات إن شاء الله. عنوان وحدتنا العشرة facts يعني حقائق. facts and figures حقائق وأشكال. طبعا مع أهم الكلمات ink يعني حبر. lighthouse المنارة، وهنتكلم عن منارة الإسكندرية. منطقة الإسكندرية دي من عجائب الدنيا. billiards يعني ورق البردي. measure يقيس. invention طبعا معناها اختراع. في فرق invitation دعوة، invention يخترع. glass beads زجاج من حبات الخرز. beautifully جميل. salt ملح. accurately بدقة. history تاريخ. tower برج. warn يحذر. danger خطير. dark مظلم. quiet هادئ إلى حد ما. suitcase حقيبة. stopwatch ساعة طبعا للتوقف. تعرف هذه المباراة بالظبط. stopwatch. scales الميزان. tab measure شريط للمقياس. يعني شريط مقياس. space الفضاء. wig يزن. ruler مسطرة. facts حقائق. almost تقريبا. ويب سايت يعني موقع النت. بريدج كوبري. تولز أدوات. رولز قواعد. safely بأمان. information معلومات. قلنا information ونيوز تعامل معاملة المفرد. information is news is. airport مطار. fast سريع. allow يسمح. high عالي. ما قلناش GH قلنا high. prevent يعني يمنع شيء. بعد كده يا جماعه ناخد كلمه made وميد بيجي بعدها ايه؟ made in made of made from، وهنعرف الفرق بين كل واحده. يعني made in يجي بعدها year سنه او مكان. made of بيجي بعدها الشيء ده مصنوع من ايه؟ made from الماده بتتغير منها. مثال made in بيجي بعدها year. اقول لك this jacket is made in مثلا 2014 is made in Egypt يبقى جبت سنه او بلد. made of مصنوع من ايه؟ اما اقول chair الكرسي is made of wood مصنوع من الخشب. اما اقول the jacket is made of leather مصنوع من الجلد. يبقى made of بجيب اسم المادة. made from أكتر من مادة. لما أقول الكيكة is made from sugar milk water يبقى أكتر من حاجة. يبقى made in اسم البلد أو السنة. made of المادة. made from أكتر من مادة اللي موجودة فيها. نيجي بعد كده يا حبايبي use معناه يستخدم. لو قلت used to الفعل في المصدر. طب used for ياتي بعدها الفيرب زائد ing. used for يستخدم لي او يستخدم الاكل. اما اقول لك this pen او this crayon pen is used to write يستخدم للكتابه. ممكن اقول this is crayon used for writing. يبقى used for
ياتي بعدها الفيرب زائد اي ان جي، لكن يوزد تو الفعل في المصدر. يبقى اخر مره يوزد تو بلس انفينيتيف، يبقى يوز تو رايت، لكن قلنا يوز فور رايتنج. يبقى هنا فيرب زائد اي ان جي تو الفعل في المصدر. ناخد الفرق بين انفنت وديسكفر. انفنت يخترع شيء ما كانش موجود. لما اقول جرومان بيل انفنتد ذا تليفون، اخترع التليفون. التليفون ما كانش موجود. لكن اقول ايه؟ كريستوفر كولومبوس مكتشف امريكا. ديسكفرد امريكا، اكتشف امريكا. طب امريكا ده كان موجود، يبقى الاكتشاف يعبر عن شيء موجود من قبل، لكن انفنت شيء ما كانش موجود من قبل. نيجي بعد كده على الادفيربس، الحال او الظرف. يعني ايه حال؟ الحال ده يصف الفعل. لما اقول هي رانز كويكلي وصفنا الجري بايه؟ بسرعه. لما اقول هي walks slowly يبقى slowly جه قبلها مين؟ walks يمشي. يبقى الظرف او الحال هو الذي يصف الفعل. معظم الظرف يا حبايبي بينتهي ال واي، يعني كويك سريع، قلنا كويكلي. طب سلو سلولي، يوجوال يوجوالي. يبقى معظم الظروف والحال بنضيف لهم ال واي. في حال بقى شاذ، ما ينفعش اقول، ينفع اقول جود جودلي ويلي؟ لا غلط، لازم يحفظ في adjective في adverb. مثال جود، الادفيرب منها مين؟ ويل. طب فاست سريع، برضه فاست. طب هارد ده يبقى يحفظ. طب كلمة ليت early هي early، رايت يبقى ده الصفة، دي الصفة وده الحال منها. يبقى عرفنا معظم الحال بينتهي ال واي وفي حال شاذ. نيجي بعد كده على أهم المقارنات. هقارن بين اتنين لو متساويين مع بعض as و as. أقول هشام is as tall as أحمد، يبقى as صفة as. عاوز أقارن بين اتنين في صفة قصيرة er than. هشام is taller than أحمد، taller than يبقى er than. طب افرض الصفة طويلة، عاوز أقارن بين اتنين في صفة طويلة، أجيب more أو less long adjective than. more أو less صفة طويلة than. لما أقول giraffe is more يبقى هنا هقارن بين كمان حاجة حيوان كمان. يعني أقول giraffe is more beautifully than lion. الزرافة أكثر جمالا من الأسد، يبقى قلت more beautifully than. قارنت بين كام؟ اتنين، جراف ولايون. طب عاوز أقارن واحد ومجموعة في صفة طويلة، أقول the most أو the least صفة طويلة. لما أقول the lion is the most dangerous animal، الأسد من أخطر الحيوانات، يبقى قارنت الأسد بكل الحيوانات. يبقى مقارن واحد ومجموعة بجيب ذا موست يعني الأكثر أو ذا ليست الأقل صفة طويلة. لما قلنا من شوية the lion is the most dangerous animal، يبقى قارنت الأسد بكل الحيوانات، قلت ذا موست وجبت صفة طويلة. طيب لو عاوز أخليها صفة قصيرة أجيب ذا وصفة قصيرة اس تي. مثال لما اقول he is the tallest هو الأطول، she is the longest، he is the fastest، يبقى حاطط لي ذا صفة اس تي. يبقى آخر مرة للتساوي as صفة as. عاوز أقارن بين اتنين في صفة طويلة more أو less صفة طويلة ذا. واحد ومجموعة في صفة طويلة the most الأكثر أو the least الأقل صفة طويلة. طب اتنين مع بعض في صفة قصيرة ER than taller than shorter than. معايا؟ إن شاء الله يكون عجبكم الشرح ده.
بعد كده يا جماعه الفرق بين هاو بيجي بعدها صفه، لكن وات يجي بعدها اسم. اما اقول هاو لونج ما لونج صفه، هاو ماتش صفه، هاو هيفي كم الثقل صفه، لكن اما اقول وات ويتس، وات هايت، يبقى وات ياتي بعدها اسم، لكن هاو ياتي بعدها صفه. مثال هاو بلس adjective، what بلس noun، يبقى how adjective what noun. how long، how heavy، how much، يبقى كل دول صفات. لكن what height ما العلو الارتفاع، what weight ما الوزن، what quantity ما الكمية، يبقى what يأتي بعدها noun، لكن how يأتي بعدها صفة. بعد ما انتهينا من شرح كل الكلمات اللي على الوايت بورد وشرح الجرامر ميد ان وميد اوف وميد فروم والادفيربس والمقارنه، نيجي مع نص الاستماع. طبعا نص الاستماع في غايه الاهميه. هنا بيتكلم على ذا لايت هاوس. والان مع التيب سكريبت اللي موجود في الكتاب. طبعا هنا ميد ان ايجيبت، صنع في مصر. هنا صوره، اول صوره لايت هاوس المناره. بعد كده كلاس بيتز حبات الخرز. بعد كده توث بيست معجون الاسنان. بعد كده بيتكلم على الخريطه، بيتكلم على الانك. ناخد بالنا مع بعض نص الاستماع. بيقول لك the ancient Egyptians were the first to do many things. قدماء المصريين عملوا حاجات كتيره جدا. The lighthouse of Alexandria was probably the world's first lighthouse. قلنا lighthouse معناها مناره. It was about 130 meters tall and was one of the tallest structures. Structures يعني بناء صخر كبير on earth. People worked hard to build the lighthouse. نيجي بعد منصة اسكندرية نلاحظ حبات الخرز. The ancient Egyptians liked to dress beautifully and they made the earliest glass beads in around. يعني بيتكلم كده المصريين عملوا أول ناس عملوا حبات الخرز. بعد كده التوث بيست معجون الأسنان. لو لاحظنا معمول منين؟ من السولت والبلانت. السولت الملح والبلانتس النباتات. نيجي بعد كده الميجر وعملوا الانك عشان يقيسوا الحاجه. بعد كده اتكلم على التشاينيز وعملوا البيبيورز اللي هو ورق البردي. لاحظنا نص الاستماع كامل اهوت وخدنا اهم الكلمات. عشان ده طبعا هناخد وقت كبير جدا، فلاحظنا نص الاستماع لايت هاوس كلاس بيتز بيتكلم على الميجر، عن توث بيست بيتكلم بيبيورز بيتكلم على الميجر. بعد كده نيجي على اهم الاسئله. اهم الاسئله في الوحده دي كلها تشوز ذا correct answer. I bought my mother some beautiful glass ايه؟ beads. برافو عليك، glass beads حبات خرز، يبقى glass beads. Only open emails people you know. طبعا only open emails from people you know، الناس اللي تعرفهم. The ancient Egyptians used toothpaste which they from salt and plants. طبعا made from، يبقى الوقت معجون الاسنان صنع من طبعا الملح والنباتات. The Chinese نقط paper. طبعا هنا opened ولا did ولا invented ولا invited. طبعا هنا ايه؟ نيجي invented اخترعوا. The lighthouse is tower with light that ships about danger. طبعا هنا warn ولا wear ولا wears ولا warns. طبعا warns هنا. نيجي مع بعض. You can tell the time most بيجي بعدها ايه؟ صفة طويلة، يبقى time most accurately with this clock. People worked to build the lighthouse. worked hardly يعملوا بجد. The ancient Egyptians liked to beautifully. طبعا هنا liked to الفعل في المصدر، يبقى liked to dress beautifully. بكده يا جماعة نكون انتهينا من أهم حاجة في الوحدة، الاختيارات، الكلمات، أهم الجرامر. وكما وعدتكم بصيغة نص الاستماع وبيبقى أهم الكلمات. إن شاء الله يكون عجبكم الوحدة العشرة وبإذن الله يتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. Hisham. Goodbye.